قبل ما نبدأ صلى على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حلوين. الجزء بيبدأ مع شخير سي ان اللي بيكون بيحلم وهو بيتخانق مع حد. هو بيكون عيل غريب فعلا، بس في المقابل جاجي بتكون قاعدة وهي مبسوطة وبتفتكر وقت ما كانت مع كيفر وبيعترف بحبه ليها وهي كمان اعترفت بحبها ليه وبتكون فرحانة جدا، بس بتخاف من انفعالات سي ان وهو نايم. وبتروح تفكر في ان كيفر هو اللي فجأة بيرن عليها اساسا وهي بتفرح جدا، بس بترد عليه وبتطمن عليها وبتعرفه في انهم زعقوا لها عشان رجعت البيت متأخر، وعشان كده بيقترح عليها في انهم يعرفوهم في انها حامل منه ويتجوزوا بقى، بس هي شايفة في انه مجنون وعايزاهم يناموا، بس هو بيفكر فيها في انهم يحلموا ببعض في مواضع مختلفة. هو بيعترفوا بحبهم لبعض وخصوصا هو بيعترف بحبها للنهاية وما بعدها، وبتيجي تقول في انها بتحبه وسوين بيفوق وبيسمعها وانه يعرف كيفر في ان عندها صاحب وبيقول كلمتها، بس هو بيروح يتخانق معاه عشان يشوف هي بتتكلم مع مين، وفجأة ارس بيجوا وبيسكتهم عشان هم عايزين يناموا بقى، وبتروح تتخانق مع سي ان عشان هما بيتجادلوا سوا اساسا، وبتخليه ينام على طول وهي فرحانة بكلام كيفر وبتتبسط جدا. فبيعدي اليوم وبنروح للفصل اللي بيوصلوا سوا، وبتكون بتتجادل مع سي ان اللي بيكون هو اللي سهرها وخلاها عايزة تنام اساسا، بس هو بيكون شايف انها كانت بتحب بالليل، وبتروح تتخانق معاه على طول. وفجأة يوري بيجي وبيجيب لهم الطعام وبيتبسطوا بيه على طول عشان هما زي متسولين حرفيا، بس جي بتحاول تتجاهله ومش عارفة تقوله ازاي اللي حصل عشان شايفة انه صعب عليها تقوله الحقيقة، وبتكون مستنية كيفر يجي. هو بيلاحظ ده وبيعرفها انه مش هيجي علشان ابوه راح له البيت وداخل في مشاكل معاه حاليا، بس بتنكر في انها مش مهتميه بيه اساسا، وبتنكر قدامه وبتقول من جواها في ان واضح عليها في انها بتدور عليه اساسا، وشايفين في انها هاديه كتير واكيد مفتقده وجود كيفر. وسي ام بيجي يقول اللي حصل بالليل في انها كانت بتكلم شخص وبتحب فيه، وبيمشي لما القطه بتيجي وبيجري وراها على طول، بس انا بيروح ياخدوا الطعام بتاعها وبتلحقوا منهم على طول. فبيعدي اليوم وسي ام بيكون نايم وبيحلم بالقطه ايدي، وده وسط ما هي بتكون بتفكر في كفر انه ما جاش للمدرسه الايام، وبتطمن عليه بس سي ام بيكون بينونو زي القطط وبتخاف منه عشان هو غريب جدا، وهي بتروح تفكر في كفر اساسا. وفجاه هو بيرن عليها وبيعرفها انها وحشته جدا وعايزه تعرف ايه اللي بيحصل معاه، وبيروح يطمن عليها وعلى اللي بيحصل في الفصل، بس بتعرفه انه وحشها وهو معرفهاش اي حاجه عنه، وحتى كان بيرن عليها برساله او يعرفها اي حاجه وعايزه تعرف حجم المشكله اللي هو فيها دي، وعشان كده بيعرفها ان دي مشاكل عائليه وبتواجهه في ان حتى المشاكل دي ممكن تبعده عنها وما يبعتش لها حتى رساله، وبتفضل تطمن عليه وهو حابب قلقها عليه ده وشايف انها لطيفه جدا وبيحب ده فيها وكان بيتمنى في انه يشوفها، وعشان كده بتعرض عليه تبعت له صوره، بس هو بيكون سافل طبعا وبيصدمها وبيكون بيهزر معاها، وبتفضل عايزه تطمن عليه باللي حصل، وعلشان كده ده بيفكره بقبل 3 ايام وقت ما كان ابوه وصل اساسا وبوظ المكان والخدم بيحاول يعالجوه، بس كيفر بيجي وبيطمن على اخواته الاتنين وخصوصا كيرن الصغير، وبيروح يطمنه وبيحضنه عشان كل حاجه هتهدى، وخايفين على نفسهم علشان هم مش عايزين يروحوا مع ابوهم بعد ما رجع البلد من تاني، وانه قريب من السن القانوني وهيقاتل على الحضانه بتاعتهم، وبيكون مستني لعيد ميلاده علشان يعدي وبيحاول يطمنهم في انهم هيكونوا سوا، وبيمشوا على طول وبيكون كيفر مش عارف يتصرف ازاي علشان هو عايز يحافظ على اخواته اللي هم عيلته يعني، وبيروح يرن على رايدر المحامي وبيكون عايز يتكلم على ابوه واللي كان خايف منه اتحقق عشان ابوه رجع، وكان خايف ده يحصل من بعد وفاة امه بقى، وناوي يجهز الاوراق علشان يحتفظ باخواته، وبيعرف جاجاي بده وبيتصدموا جدا. فبيعدي اليوم وسي ام بيروح يتخانق مع جاجاي كالعاده، بس انا بيجي الرجاله دول وبيروحوا يكون معاهم ايلا، بس انا بيعرفوا جاجاي في ان عيلة كيفر طالبينهم هناك، وسي ان خايف عشان كيفر عمره ما يعمل ده اساسا، وبيفكر في ان ده ابوه بقى، بس هي بتقرر تروح على طول وبياخدوهم كلهم سوا وبيمشوا. فبيروحوا وبيكون مجمع كل الفصل في بيت كيفر ومش عارفين ايه اللي بيحصل هنا، وجاجاي بتشبع على المكان ده ومستنيين كيفر بقى، بس ان ابو كيفر بيجي على طول وبيكون شخص وحش جدا وبيروح يرحب بيهم وبيشوف ان كل موجودين ومستغربين، وعشان كده ارس بيجي وعايز يعرف ليه هم هنا، وعشان كده بيعرفوا انه لسه مش صبور زي الاول وهم هنا عشان ياكل مع اصدقاء ابنه، وبيرحب بيهم على طول. وفجأة العربية دي بتيجي واللي بتكون من كيفر ويوري، وشايف انهم اجتمعوا سوا فتتمنى يكونوا كويسين وبخير وجايين هم قلقانين على اللي حصل ده ومش عارفين ليه ابوه جابهم لهنا، بس بيدخل هم بيروحوا وراه على طول وبيدخلهم لجوه،
وسط حالة الارتباك اللي بتحصل دي وكلهم داخلين لجوه. بس جاجي مستغربة من المكان وبتمشي تطلع فوق، وبتستكشف اللي موجود ده اصلا وبتمشي مع كيفر، ولا مش عارفة هما بيعملوا ايه هما الاتنين. بس بيكون خدهم ليوري واخواته وعايزين يتعاونوا سوا علشان ابوهم ما جابهمش لنا من غير خطة، واكيد هو بيفكر في حاجة تانية ولسه هما مش عارفين. بس اكيد هو عايز اخوهم كيرن، وده عشان هو خطف كيرن قبل كده اساسا وخطفه علشان يشيل الحضانة من كيفر. ولحسن الحظ عرفوا يتصلوا بيه ويعرفوه اللي حصل ده، وهم عارفين في ان ابوه عايز يوصل لحاجة وهيقاطر على ده. بيترجى جي في ان لو حصل اي حاجة فتخرج كيرن اخوه من هنا، وكاجين هيساعدهم في ده وبيخوفها عشان خايفة لا يحصل لها اي حاجة. بس هو بيطمنها على اصحابها وعايزة توافق على اي حاجة، وتخرج كيرن من هنا وبتوافق بالفعل وبيمشي مع اخوه على طول. فبيروح يخليهم يمشوا وبيحضنها هنا علشان هي وحشته جدا بما انه كان مشغول الفترة اللي فاتت، وبيوعدها في انه يعوضها عن ده ومستني منها تكون معاه وبيحضنها عشان يرتاح شوية بما انه بيحبها فعلا، وبيشكرها عشان هي جنبه في الموقف الصعب ده. وبتيجي تمشي بيوقفها وبيروح يبوسها على السريع وبيمشوا. فبيكونوا فرحانين بالطعام الكتير ده والفصل كله مبسوط اساسا. بس هنا بيروحوا ياكلوا اكتر، بس هنا ابوه ورجالته بيوصلوا وبيقعد معاهم هم متحوطين من الكل، وبيتكلم مع كيفر وبيطمن عليه علشان هو عنده التزامات تجاهه مع اخواته. وكيفر بيشتمه بس بيسكته علشان هو في بيته، وبيعرفهم في ان جمعهم سوا. وبيواجه إيلا في انها كانت مع كيفر من زمان، وبيبص لجاجي وعايز يعرف اسمها، واللي بتقول اسمها ليه وبيجي يقول بيشبه على الاسم عشان عايز يعرف من هم اهلها. وما كيفر بيوقفه مش بيهتم بيه، وبتروح تعرفه ان ابوها اسمه جايسفر ماريانو وامها جينا فرنانديز، وعشان كده شايف ان العالم صغير علشان اهلها مساهمين في شركة الاتصالات بتاعته، وان اخت امها اسمها جيما وبيكون عارف عنها وانها وارس ولاد عم، وشايف ان امها مش كويسة اساسا. ومن كتر ما كفر متضايق بيكسر الكوب في ايده على طول، وبيواجهوا في انه عايز منهم ايه علشان يعمل كل ده. وعشان كده بيروح يخليه يوقع على ده عشان ياخد كيرم منه لما يديلهم راسه بالكامل. ولما بيعرفوا ان ده مال امه بينكر علشان امه ما كانش عندها اي مال علشان هي سرقت الشركه منه، وده بيعصب كيفر عليه وبيقف قدامه على طول. وابوه بيتضايق منه وبيمشي وبيمسكوا كيفر بالعافيه، وده بيخليه يروح ويتخانق معاه، والطلاب بيروح عشان يمسكوا فيهم بقى. بس جاجي بتمشي كيرن على طول، وعشان كده بيروح يوقفوهم بالسلاح وبيخرجوهم كلهم بره تحت التهديد على طول. وابوه شايف ده بس هنا بيروحوا ليه هم متهددين اساسا، وعايز يعرف من ابنه كيرن، ومش عارف لما وصلوا لكل ده وعايز يوصلوا لابنه، وبياخدوا جاجي اللي عارفه مكانه بس بتنكر وبتشتم فيه. وده بيخلي ابوه يروح ويعرف انه عارف النوع ده كويس علشان هي بتدور على مال ابنه، وهو غبي وبيزعق فيهم عشان يخلي الكل يركع وبيعمل ده ليهم. ولما كيفر بيرفض يعمل ده بيروح يضربها على طول، وهي مش بتستحمل خالص وعايزاه يرحمه بس بيرفض. وكل ما بتشوف كيفر بيتضرب بيروح يتخانقوا كلهم سوا وبيوقفوهم بالسلاح وشايفين في انهم شجعان. وبيروح يضرب كيفر وعايز يوقع على ده بس بيكون مش عايز اساسا بس بياخدها منه، وجاجي بتحاول توقفه وبيحاولوا يخلوه ما يعملش ده اساسا، وبتروح تخلفه انه يضرب عليه عادي وبتستفز فيه. ويرو وارس مش عايزين ده بس هي بتكون مش خايفه اساسا، وبتعرفوا ان عمره ما هيقتل طالب وان الناس هتبوظ اسمه كده ومش هيكون معاه اي شراكات. وبتحاول تأثر عليه وهو بيفرح منها وبيخليهم ينزلوا السلاح علشان هو استقل بيهم، وبكده تعليمهم للدرس اتأجل لبعدين. وبيمشوا وبيسيبهم يمشوا بقى وهم مش طايقينهم اساسا. وهي هنا مش بتقدر تمسك نفسها عشان كانت مفكره في انها هتموت، وشايفين في انها شجاعه بقى. بس كفر بيقوم يزعق فيها علشان يتحدد ديلان، وده شخص مش بيخاف من اي حاجه عشان شخص محترف في القتل اساسا. وكيرن بيجي وبيطمن عليها وبيفكروا في انهم يمشوا، وبيحذرها انها تعمل ده بعد كده وتفكر قبل ما تاخد اي قرار عشوائي. وبيمشوا على طول، ويوري قلقان عليها وبيهونوا على جاجي عشان كيفر اكيد قلقان عليها. فبيعدي الوقت وبتروح تاكل مع سي ان، وكيفر بيبعت ليها وهي مش بترد عليه عشان اللي عمله معاها وبتكون مش طايقاه. بس سي ان بيفكر في ان عندها حبيب تاني وبيهزر معاه وشايف ان الخناق اللي حصل بينها وبين كيفر ده هو خناق العشاق، بس بتنكر على طول وبتروح تقول اللي حصل علشان هي كانت هتضحي بحياتها. ومقابل ده زعق فيها وبيبعت لسي ان اللي بيعرفوا انها تنزل له بدل ما يتكلم مع انجلو، وبيخليها تروح وتنزل له على طول. وهو بياخد الحلوه بتاعتها دي فبيروح معاها وهي متضايقه منه، بس بتعرفوا انها متضايقه منه بسبب اللي حصل وعايزاه تأسف ليها، وكل واحد شايف ده من وجهة نظره علشان هي حابه تنقذه وهو كان خايف عليها اساسا. وبتروح تشتمه وبيكون شايف انها شتمت زي اتفاقهم
بس بترفض، وعشان كده بيروح يستسلم ليها وبيشكرها علشان هي كانت صح وأنقذت إخواته بقى. ورغم كده بتعرفه في إنه أكيد كان صعب عليه اللي حصل بينه وبين أبوه، وده بيخليه يفتكر زمان وهو صغير وإنه كان بيحطه في تحديات على طول ومش متقبل إنه يخليه يخسر في أي حاجة خالص. وكان بيتخانق مع يوري على طول، وكان جاي ومفكر في إن أبوه هو اللي عمل كده، وده في أول مرة قابله أنجلو وكان مجنون زي أبوه، بس علمه إزاي يستخدم قوته دي لحماية الناس اللي بيحبهم. وفي المقابل أبوه كان بيمارس العنف على أمه من هما صغيرين، وشايف إنها بتاخد منه المال على طول، وكان بيأذيها ومش مهتم حتى بالأطفال، وإنهم عاشوا حياة صعبة من هما أطفال. وأنجلو راح وقرر يساعده علشان يكون قوي ويعرف يحمي أمه منه، ووقت ما كانوا بعدوا عنه أمه حملت بكيرين، وده رجعه ليهم من تاني. بس لما رجعوا أبوه كان بيتخانق مع أمه على طول وقرر يدافع عنها وهي كانت بتشيل منه، هو ده خلاه يروحوا يضربوا على طول. وكان بيحاول يخلص عليه حرفيا ومش معتبره أي حاجة، وبيحاول يمنعه من الميراث بتاعه، واما بيكون هيخلص عليه بتروح تضربه وبتخليه يهرب وهي تهتم بكل حاجة. بس للأسف أبوه كان شخص متوحش وقرر يضرب فيها أكتر وأكتر، وخلاها يغمى عليها وهو ما كانش عارف يعمل لها حاجة أساسا، وقتلها في النهاية وما كانش عارف يعمل لها أي حاجة بعد ما ضربها. هو بيحاول يفوقها بس بتكون هي ماتت خلاص، وبيكون عاش حياة مأساوية حرفيا وفشل في حماية أمه لغاية ما ماتت. بس حاليا مش هيسمح ليه بإنه ياخد أخواته منه، وعشان كده بيحارب معاه علشان هو خطف كيرين قبل كده، وده علشان مصلحته، وبيحاول يجيب اللوم عليه بس هو مش هيكون ضعيف زي زمان وهيحمي أخواته، وده بيخليها تبكي عشان أبوه فظيع وهو يستحمل كتير وشايفاه إنه شجاع علشان يعرف يستحمل كل ده. وكانت مفكرة في إن حياتها صعبة بس هو طلع أصعب منها بكتير، وإن بعد ما أبوه اتجوز من جديد رجع من تاني عشان ياخد منهم كل حاجة. هو بيتأثروا وبيقرروا يمشوا بس هو مش عايزة تضحي بنفسها من تاني علشان عايز يحمي الأشخاص اللي بيحبهم، وبيفرحها وبيركز فيها وهو حزين كده، وبيمشوا على طول. فبيروح يوصلها للبيت وبيهتم بيها وبتروح تودعه على طول وبيمشي وهي متابعاه. بس بتيجي تدخل أرس بيجي وبيزعق فيها علشان هي اتأخرت بقى، وبتكون شايفة في إنها بتميل لكيفر ومش عارف إنها إزاي هتكون مع يورو وكيفر، ولازم تحط حد لده بدل ما يعرف أنجلو. بس بتعرفه إن باين عليها في إنها بتحب كيفر رغم إنه شايف إنه بيضحك عليها وبيستخدمها علشان ينتقم منه، وبيقول في إن نفس الكلام اللي بيقوله ليها كان بيقوله لإيلا، وبيزعق فيها علشان هو بيستخدمها مش أكتر، وبيخليها تبكي كتير وبتتعب من ده وبتحزن جدا. فيا ترى كيفر هيكون بيلعب بجي جي عشان ينتقم من أرس فعلا ولا هو بيحبها بجد؟ قولوا في التعليقات رأيكم يا حلوين، وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي قناة التركي، وهتلاقوا الرابط بتاعها في أول تعليق، وما تنسوش تتابعونا علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.